بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مشاهدينا الكرام متتبعي منافسات بطولة دور النجوم هنا في إطار المسابقة والمباريات المؤجلة من الجولة 18. الزوراء يستضيف أمانة بغداد هنا على ملعب الزوراء، هنا وفي أول أيام المباريات المؤجلة. 4 مباريات مؤجلة، مواجهتين من الجولة 18 ومواجهتين من الجولة 21 من منافسات دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2025-26. الزوراء صاحب المركز السابع يستضيف أمانة بغداد صاحب المركز 18. تشكيلة الفريقين: بداية بفريق نادي أمانة بغداد، الفريق الضيف بقيادة المدرب وسام طالب، بحراسة المرمى عمار علي، إلى جانب خط الدفاع عبد الله خلف، لامين ساماتي، وأحمد عبد الحسين، وميلاد فلاح. في وسط الميدان أحمد نور ومويسيس بيدرو وبختيور قوسيموف، وخط الهجوم حيدر سالم وبوبا جانوف مورود بيك وهنريك فلافيو. فريق نادي الزوراء يدخل اليوم بقيادة المدرب لؤي صلاح في 6 مبارياته بقيادة الزوراء، بحراسة المرمى حسين حسن، عبد الله نصيب، عمر نوري، سجاد محمد، كاظم رعد، عامر جاموس، كيفن مفيدي، هيران آزاد، وحسين فلاح، وبرايان رياسكوس، ومحمد قاسم. من هناك طاقم التحكيم بقيادة محمد كامل يساعد حيدر عبد الحسن وعلي محسن، وحكم الرابع عليه فرحان، وحكما للفار محمد طارق. لحظات وتنطلق صافرة البداية مشاهدينا الكرام، معلنة عن انطلاقة المباراة المؤجلة بين الزوراء وأمانة بغداد من الجولة 18 بسبب التزامات ومنافسات الزوراء الخارجية. أيضا بهذا التوقيت تنطلق مباراة النفط والشرطة في ملعب شرار حيدر سادتي الكرام، أيضا مباراة مؤجلة أيضا بسبب التزامات وارتباطات فريق نادي الشرطة في المسابقات الآسيوية. إذا مشاهدينا الكرام، جماهير الزوراء تنتظر العيدية من الزوراء للارتقاء في جدول الترتيب، بينما نادي أمانة بغداد يسعى لتحقيق الانتصار الذي طال انتظاره ب5 جولات أو 6 جولات لم يحقق فريق نادي أمانة بغداد الانتصار. عودة للأمام، متابعة من جانب الساماتي، من أمام اللاعب برايان رياسكوس في الكرة الماضية. عودة من جديد على اليسار، محاولة من جانب اللاعب هيران أحمد. من هناك يحاول في الكرة الماضية، سجل هدف الانتصار الوحيد في مرمى نادي الغراف في المباراة الماضية لنادي الزوراء، التي حقق من خلالها الانتصار بهدف وحيد في فوز صعب حقق الزوراء هناك في ملعب واستاد الناصرية في يوم الثلاثاء الماضي. عاد الزوراء إلى سكة الانتصارات، بينما نادي أمانة بغداد قادم من هزيمة 3-1 أمام القوة الجوية في استاد المدينة في يوم الثلاثاء الماضي. عودة للأمام فريق نادي الزوراء، من هناك يركز بشكل كبير على المباراة المؤجلة هذه. أيضا خسر المباراة المؤجلة التي كانت في إطار المباريات التابعة للجولة الأولى، خسرها أمام الشرطة بثنائية مقابل هدف وحيد. يعول ويفتش عن تحقيق الانتصار. ممتاز من هناك هيران، والمرور الكوبري الرائع على جهة اليمين عن طريق محمد قاسم، والتمرير المحاولة ولكن متابعة وتمريرة خاطئة. عودة إلى الأمام، فريق نادي الزوراء يفتقد أبرز لاعبي، 4 غيابات على مستوى الالتحاق في صفوف المنتخب الوطني. كل التوفيق للأسود في غمار منافسات تصفيات كأس العالم ومباراة الملحق في آخر أيام هذا الشهر. و3 لاعبين بسبب الإصابة، اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة: جلال حسن، ألكسندر أوراها، وكلارنس بيتونغ. و4 لاعبين في صفوف المنتخب الوطني: متم جبار، كرار نبيل، حسن عبد الكريم، وأكام هاشم. من هناك المدرب لؤي صلاح
الذي تحدث يوم أمس في المؤتمر الصحفي وقال بأننا باشرنا بإجراء تغيير جذري في أسلوب لعب الفريق، وأيضا اللاعبون بدأوا يستجيبون بشكل واضح لأفكار الجهاز الفني، وأيضا قال بأن الخط البياني لأداء الفريق يشهد تصاعدا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وبالتالي يفكر ويتفاءل في الفترة المقبلة للفريق. عودة للأمام في وسط الملعب، كرة بالراس لأمانة بغداد ولكن صافرة وخطأ لصالح نادي الزوراء. أيضا التعويل على الأسماء الشابة، هذا هو اللاعب عمر نون في اللقطة الماضية أيضا من العناصر الشابة في صفوف نادي الزوراء، قادم من نادي الكرخ. عودة من جديد في وسط الملعب على اليسار للأردني عامر جاموس لمصلحة عمر نور حمود. من جديد في وسط الميدان عبد الله نصيب للمدافع الأردني أيضا الذي كانت له كلمة يوم أمس وقال بأننا نعد الجماهير بتحقيق الانتصار في هذه المباراة، والمركز السابع لا يليق باسم الزوراء. نعم هكذا كان متفائلا، هكذا تحدث اللاعب عبد الله نصيب مدافع فريق نادي الزوراء وقلب الدفاع للمنتخب الأردني. كرة إلى الأمام، نقلة على جهة اليسار، وصلت محاولة الاستلام ولكن كانت سريعة، عادت وافتقدها سجاد محمد. عودة للخلف لعمر نوري لمصلحة نادي الزوراء. عبد الله نصيب في قلب الدفاع. عجلة الدوري تستمر، هذه المباريات المؤجلة طبعا تم إجراءها في هذا اليوم مباراتين، وغدا إن شاء الله أيضا مواجهتين، أو غدا مواجهة الموصل يستضيف زاخو، وبعد غد يوم الاثنين أيضا مباراة مؤجلة لحساب الجولة 20. أربيل يستضيف نادي ديالى في قمة جماهيرية في ملعب فرانسو حرير. بالمناسبة الجولة القادمة الجولة 24 ستنطلق في يوم الأربعاء القادم بإجراء 5 مباريات، وفي يوم الخميس 3 مباريات، وفي يوم الجمعة مباراتين. عودة للأمام في وسط الملعب، عودة على اليسار، نقلة لمصلحة نادي الزوراء ولكن متابعة حاضرة من جانب الدفاع عن طريق أحمد عبد الحسين، نقلها في وسط الملعب، متابعة من جديد، عودة في وسط الميدان لمصلحة أمانة بغداد، نقلة أمامية، متابعة من جانب فريق نادي الزوراء عن طريق عمر نوري لحارس المرمى حسين حسن وعمر نوري. من هناك والنقلات بين الثنائي الواعد، الثنائي الشاب قادم من نادي الكرخ. عودة للأمام، نقلة على اليسار، انطلاقة ولكن بعيدة على اللاعب هيران أحمد الذي سجل أول أهدافه في هذا الموسم بقميص نادي الزوراء، وكان هدف ثمين جدا في مرمى فريق نادي الغراف في المباراة الماضية. عودة إلى الأمام في وسط الملعب، متابعة من دفاعات نادي الزوراء، استعادة من جانب عامر جاموس، نقلة إلى الأمام، عامر يفتقدها، عودة من جديد لمصلحة نادي الزوراء. عمر نوري، نقلة لسجاد محمد، سجاد إلى الأمام، سجاد يمرر عملية الاستلام، نقلة على اليسار، هيران يحاول، هيران يتقدم، يبحث، يفتش، عرضية، متابعة من جانب الدفاع، تؤمن إلى ضربة ركنية لمصلحة الزوراء، والإبعاد بشكل مؤقت مع خطورة زورائية في أول 5 دقائق. الإبعاد يأتي من جانب اللاعب عبد الله خلف، عبد الله خلف يبعدها إلى الخارج. ضربة ركنية لمصلحة الزوراء، محمد قاسم، محمد يرسلها عالية، محاولة بالراس، تبعد من جانب الدفاع، لا زالت حاضرة داخل المنطقة، تبعد. عودة لهيران أحمد، هيران يحاول، هيران يفتش، هيران والمرور، نعم يجد الحلول، يعود من جديد، يمرر إلى الأمام، والتمرير باتجاه حسين فلاح، عادت من جديد سجاد محمد وعلى القائد حسين فلاح، والتمرير إلى الأمام عن طريق اللاعب رياض كوسع. عودة إلى الأمام، هيران يحاول المرور ولكن متابعة كانت حاضرة من جانب الدفاع. عودة في وسط الملعب، نقلة من جانب عبد الله نصيب، عبد الله نصيب وإلى الأمام لكاظم رعد، وعلى اليمين وصلت لمحمد قاسم، تمرير هيران ومحمد والنقلات والتمرير والبحث والتفتيش، لا زالت لمصلحة الزوراء، لمصلحة النوار، ثقل عن اليسار، الانفراد، التمرير والهدف الأول لمصلحة الزوراء، هدف أول ولكن يلغى بداعي التسلل. الكولومبي يسجل أول الأهداف ولكن كان متسللا
في الكرة الماضية بجملة من التمريرات الرائعة والناجحة. نعم، تمكن الزوراء من طبعا الدخول في عمق دفاعات نادي أمانة بغداد، ولكن المهاجم الكولومبي كان متسللا برايان رياسكوس في الكرة الماضية. ولكن حتى الآن محمد كامل والحديث مع محمد طارق حكم الفار، لا زالت المعاينة مستمرة فيما يخص الحالة الماضية. حتى الآن الزوراء لم يتقدم وأمانة بغداد لم يتعادل. ربما ستأتي الأخبار بتأخر أمانة بغداد وتقدم الزوراء. ننتظر المعاينة من جانب غرفة الفار، وننتظر الخبر الذي قد يكون سارا للزوراء أو مفرحا لأمانة بغداد. معاينة مستمرة، وأيضا من هناك يشير لخط التسلل ومصيدة التسلل إن كانت هناك حالة تسلل أم ماذا على لاعب برايان. سيد فلاح قائد الفريق من هناك، والحديث المستمر مع حكم المباراة محمد كامل الذي أدار 5 مباريات في منافسات بطولة الدوري، 28 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء و3 ركلات جزاء. أشار له سبق له أن أدار مباراة لأمانة بغداد كانت لحساب منافسات الجولة 11 بين أمانة بغداد وزاخو، والتي انتهت بهدفين لكل فريق. نعم، أول الأهداف لمصلحة الزوراء، يعتمد الهدف ويصدق على صحته. هدف أول للنوارس وعن طريق الكولومبي برايان رياسكوس يدرك أول الأهداف لمصلحة نادي الزوراء. أول أهداف برايان في هذه المباراة. نعم، يسجل يدون برايان أول أهداف هذه المواجهة. خامس أهداف برايان رياسكوس في هذه المنافسة في مسابقة بطولة الدوري. تمريرة من هناك مرت من أمام محمد قاسم، ولكن برايان اقتنصها وكان متابعا لها ليودعها في شباك عمار علي، معلنة عن أول أهداف الزوراء، عن أول أهداف المباراة. 1-0 لمصلحة النوارس. أول أهداف النوارس في هذه المواجهة. نعم، العيدية، نعم، هي ما ينتظرها الجمهور، عيدية مفرحة يرتقي من خلالها الفريق. نعم، ويستثمر هذه المواجهة بتحقيق الانتصار. إذا انتصر نادي الزوراء سيتأهل إلى المركز السادس، ولكن بشكل مؤقت بانتظار زاخو الذي يحتل حاليا المركز السابع مؤقتا. لديه مباراة مؤجلة أمام نادي الموصل، سينزل ضيفا على الموصل في مباراة مؤجلة لحساب الجولة 21 في يوم الأحد القادم، يوم غد. عودة في وسط الملعب. إذن الزوراء يدرك الهدف الأول، الزوراء يتقدم. الزوراء في هذه اللحظات من هناك يبحث عن المزيد، يبحث عن هدف ثاني، بينما نادي أمانة بغداد يصد ويرد هذه الهجمة، هذه المحاولة لنادي الزوراء. عودة من جديد، تمريرة أمامية في وسط الميدان، نقلة إلى خارج أرضية الملعب من جانب اللاعب موردوبيك. هذا هو برايان، 5 أهداف في بطولة الدوري. خمسة أهداف في 7 مباريات للاعب برايان رياسكوس منذ انضمامه لصفوف نادي الزوراء. سجل هدف في مرمى زاخو في الجولة 17، سجل هدف في مرمى الموصل في الجولة 20، ومن هناك يبحث عن الثاني، ولكن من هناك في الشباك الجانبية يصوب محاولة أيضا معها مصيدة التسلل، تلتقط وقوع هذا اللاعب في المحظور. نعم، وقوع اللاعب برايان رياسكوس في مصيدة التسلل، ولكن تمريرة كانت رائعة واقتناص لم يكن مستثمرا من جانب اللاعب برايان. عودة للأمام لكاظم رعد في الخطوط الخلفية الدفاعية لنادي الزوراء، طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. هو اللاعب بختيور
كوسيموف الأوزبكي أيضا الذي يقدم أدوار رائعة مع فريق أمانة بغداد. اللاعب القادم من نادي كوكاند الأوزبكي. في وسط الملعب متابعة على اليسار لصالح نادي الزوراء. في وسط الميدان هيران يحاول متابعة إلى الخارج، تحولت إلى رمية جانبية يبعدها اللاعب أحمد عبد الحسين. هذا هو هيران، خطورة هجومية بأقدام هذا اللاعب بمهارة فردية عالية وأداء فردي مميز. دائما ما ترى الحلول تصنع بأقدام هذا اللاعب. من هناك سقوط اللاعبين تلقائيا بسبب أرضية الميدان وسقوط الأمطار والأرضية المبللة. شاهدنا سقوط الأمطار أيضا يوم أمس وقبل أمس أيضا في يوم الخميس. نتأمل ونتمنى إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة على عراقنا الحبيب. عودة من جديد على اليمين، عملية الاستلام كاظم رعد، عبد الله نصيب إلى الأمام لحسين فلاح. عودة من جانب حسين فلاح في وسط الميدان عن طريق اللاعب عامر جاموس إلى الأمام. الأردني يمرر نقلة على اليسار، تقدم، تمريرة من جانب سجاد، ولكن تمريرة كانت بعيدة على برايان وقريبة ومؤمن عند الحارس عمار علي من جديد في وسط الملعب. نقلة لكاظم رعد يحاول يفتقدها، تقطع لفريق نادي أمانة بغداد. نقلة على اليسار محاولة في وسط الميدان، عملية الاستلام، المتابعة، ولكن استعادة من فلافيو. عودة على جهة اليمين من اللاعب أحمد عبد الحسين، ولكن أحمد يعود من جديد، يمرر لبختيور. بعد ذلك التمرير لأحمد نور في وسط الميدان. لا زالت بحوزة عناصر أمانة بغداد، حيدر سالم وأيضا اللاعب ميلاد فلاح. نقلة إلى الأمام، سنوات رائعة أمضاها اللاعب ميلاد فلاح مع فريق أمانة بغداد. هبط مع الفريق أكثر من مرة وعاد مع الفريق أكثر من مرة، خاض معه أفضل التجارب وقدم أفضل العروض. ومن هناك لؤي صلاح في سادس مبارياته، هزيمة وانتصارين وتعادلين للنورس السابق. صال وجال مع نادي الزوراء. النورس نعم ذهب وبمحطات تدريبية خاضها هذا المدرب مع فريق نفط الوسط مساعد، ثم مدرب لنادي أربيل، بعدها مدرب للكهرباء، مدرب أيضا لفريق نادي الميناء. المحطة الماضية لهذا الرجل الذي يريد أن يعود بفريق نادي الزوراء إلى الأمجاد وإلى البطولات ولمعانقة الألقاب. عودة من جديد، نقلة على جهة اليمنى، كاظم رعد إلى الأمام، كاظم يعود في وسط الميدان، نقلة على جهة اليسار، تقدم لمصلحة سجاد محمد. نقلة على اليسار، ولكن تمريرة سجاد كانت بعيدة لتصل عند حارس المرمى عمار علي. هذا هو لاعب لامين ساماتي الجامبي. إلى الأمام، متابعة تأتي من جانب اللاعب عمر نوري وباتجاه اللاعب حسين فلاح. كاظم رعد، حسين فلاح من جديد في وسط الملعب لحسين أو لعبد الله نصيب، وحسين من جديد. عودة من جانب القائد، العودة للخلف لمصلحة عمر نور إلى الأمام. الزوراء ب 39 نقطة، يطمح لتحقيق النقطة رقم 42 ومن بوابة أمانة بغداد. الفريق الجريح الذي يعاني بالمركز 18. عودة على اليسار، ترسل عالية، محاولة رأسية ولكنها مرت، لا زالت حالية خطيرة، ولكن عند عمار علي تستقر الكرة. وأيضا رياض سوكس كان متسللا في الكرة الماضية. لاعب أحمد نور من هناك ولامين ساماتي، وواقع صعب يمر به فريق أمانة بغداد ب 21 نقطة بالمركز 18، المركز المؤدي بصاحبه إلى خوض مباراة البلاي أوت نعم، في مباراة البقاء والهبوط مع صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز.
إذا بقى في هذا المركز وإذا بقى يعاني في هذا المركز وإن لم يكن له رأي آخر بالارتقاء بقيادة المدرب وسام طالب الذي تحدث يوم أمس وقال بأن مباراتنا أمام الزوراء مهمة كوننا سنلعب أمام فريق كبير يمتلك تاريخا عريقا وخبرة واسعة، وأيضا قال نثق بقدرات فريقنا وعلى تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية. ضربة ركنية ترسل عالية، محاولة بالراس تبعد من جانب الدفاع، أيضا من هناك لأمانة بغداد محاولة لا زالت ولكن الإبعاد يأتي، لا زالت حاضرة. أحمد عبد الحسين في وسط الميدان، لامين ساماتي يمررها إلى الأمام، هناك لاعب يسقط على أرضية الملعب من عناصر أمانة بغداد، ولكن في مناطق أو في منطقة الجزاء لنادي الزوراء. كرة إلى الأمام، هيران أحمد، هيران بعملية الاستلام، هيران والعودة، نقلها في وسط الميدان، لا زالت حاضرة لفريق نادي الزوراء. حسين فلاح في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، نقلة أمامية لمصلحة اللاعب عامر جاموس، عمر على اليمين نقلها باتجاه كاظم رعد، كاظم رعد يعود من جديد في وسط الميدان عن طريق اللاعب عبد الله نصيب وايضا حسين فلاح، والى الامام نقلت على اليسار لسجاد محمد. حسين عوده لعمر نوري او عامر، ايضا عامر يحاول، عامر من هناك العوده لزميله الاردني الاخر عبد الله نصيب في وسط الميدان، نقله على اليسار. فريق امانه بغداد ايضا لديه اضافه قويه في صفوف الكادر الفني وهو المستشار والمدرب الكبير ثائر احمد. يحاول امانه بغداد الاستفاده من خبره هذا الرجل الكبير بالعطاء الكبير بما قدم في السنوات الماضيه خاصه مع فريق نادي الطلبه في مواسم ماضيه، من موسم 2001 وحتى عام 2007، والتتويج مع الانيق بلقب الدوري مرتين او مره، بطوله الكاس مرتين، بطوله السوبر مره، بطوله كاس بغداد مره، وايضا مع نادي اربيل التتويج ببطوله الدوري مرتين. الرجل الذي طبعا سبق له وان قاد نادي امانه بغداد من مارس 2018 وحتى ديسمبر 2018 ب 35 مباراه. يعود الان مستشارا وليس مدربا، مستشارا فنيا مع المدرب وسام طالب. آلة التسلل الثالثة على فريق نادي الزوراء، وأيضا على نفس اللاعب ريا سوكس الخطير الكولومبي صاحب الهدف الوحيد مشاهدينا الكرام الذي نعيش على أنغامه في هذه المواجهة حتى الآن. عودة من جديد إلى الأمام لمصلحة نادي الزوراء في وسط الميدان. في أول 10 دقائق تقدم الزوراء وعن طريق برايان رياس سوكس، وحتى الآن مرت 10 دقائق على هدف المباراة الوحيد. هناك تحفظ أيضا من جانب الزوراء وحيازة مستمرة ونقل صحيح وسليم للكرات، وأيضا صناعة المساحات والفرص والوصول في مباراة مكشوفة حتى الآن شاهدناها وتابعناها منذ بدايتها وانطلاقتها. سجاد محمد رمية جانبية لمصلحة نادي الزوراء، العودة من جديد. سجاد محمد يقدم أيضا طبعا مباراة رائعة وأيضا موسم رائع يقدمه هذا اللاعب حتى الآن، لاعب سجاد محمد مهدي قادم من نفط ميسان ومن الانتدابات المهمة في صفوف نادي الزوراء في الموسمين الحالي والماضي. عودة في وسط الملعب لمصلحة نادي الزوراء، عامر يترك لسجاد، سجاد محمد إلى الأمام، سجاد يحاول، سجاد يتقدم يمرر ولكن تمريرة ضاعت، مرت بعيدة على لاعب هيران أحمد إلى خارج أرضية الملعب. لاعب هيران أحمد قادم من نادي نوروز، مثل القوة الجوية، مثل أيضا نادي دهوك، مثل نادي الثون في سويسرا نعم، وأيضا نادي بوخوم الألماني. كانت الانطلاقة لهذا اللاعب نعم من الملاعب الألمانية، من أكاديمية بوخوم الألمانية، وتدرج
يصل إلى بلاد الرافدين ومن بوابة نادي دهوك ثم القوة الجوية، بعدها نادي نوروز. عودة إلى الأمام تتخلص من جانب الدفاع. تدخل في الكرة الماضية مرود دوبيك، من هناك اللاعب الأوزبكي اللاعب الجيد والخطير والذي يمثل علامة فارقة في خط الهجوم لفريق أمانة بغداد. الكرة الماضية طبعا التي سجل على إثرها نادي الزوراء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق برايان الذي يحاول وعلى جهة اليمين في الكرة الماضية، ولكنها طالت تحولت ومرت إلى الخارج تحولت إلى ضربة مرمى لمصلحة عمار علي. ميلاد فلاح للقائد، يمرر إلى الأمام، متابع من جانب الدفاع، عودة في وسط الملعب، محاولة من جانب هيران وعلى اليمين عن طريق اللاعب أحمد عبد الحسين، تمرير أمامية، متابعة، محاولة انطلاقة دخول، ولكن لا مرور بمتابعة حاضرة من جانب عمر نوري، تابعها وأبعدها إلى ضربة ركنية لمصلحة نادي أمانة بغداد عن طريق الأنغولي. تأتي الخطورة، نعم، بانو فلافيو يحاول وينطلق، يحاول من هناك، قادم من نادي زاخو، سجل هدفين في هذا الموسم. ضربة ركنية تلعب بشكل تمريرة عن طريق أحمد عبد الحسين الظهير الأيمن الذي يحاول، ولكن محمد قاسم من هناك، محمد قاسم والاعتراض في الكرة الماضية والمنع للاعب أحمد عبد الحسين. الاعتذار روح الرياضية، وهذا ما يتميز به اللاعب محمد قاسم. الكرة الماضية هناك اشتباك غير متعمد يبدو لي، وفي النهاية حكم المباراة لم يشير لوجود خطأ. وسام طالب من هناك والاعتراض والتعليق على محاولة اللاعب محمد عبد الحسين. إذا قال المدرب وسام طالب بأننا استثمرنا فترة التحضير بشكل جيد وركزنا على الجوانب الفنية والتكتيكية في أبرز ما جاء بالمؤتمر الصحفي يوم أمس من جانب المدرب وسام طالب، الرجل الذي كانت بدايته كلاعب مع ناشئي وشباب نادي الزوراء، وبعدها انتقل إلى نادي أمانة بغداد، 27 سنة في صفوف نادي أمانة بغداد كلاعب وكمساعد للمدرب وكمدرب. الآن عمل كمساعد مع الكثير من المدربين الذين دربوا فريق نادي أمانة بغداد، وأيضا عمل مع فريق نادي القرمة كمساعد للمدرب كازورلا وأحمد خلف، وأيضا عمل كمدرب لفريق نادي المصافي. ولكن الفترة الأكبر والأطول أمضاها في أمانة بغداد كمساعد مدرب ومدرب وكلاعب. 27 سنة لهذا الرجل الذي عندما تذكر أمانة بغداد لا يجب أن تمر من ذكر أمانة بغداد حتى تقف وتتوقف عند ذكرى هذا اللاعب، هذا المدرب، وهذه الكرة وركلة الجزاء، وركلة الجزاء لأمانة بغداد، ركلة جزاء لأسود العاصمة في تمريرة اخترقت دفاعات النوارس، ومن هناك محمد كامل لم يتأنى، لم يتردد عن الإشارة لوجود ركلة الجزاء، لم يتردد عن الإشارة لوجود عرقلة مع بطاقة صفراء للاعب عبد الله نصيب. ركلة جزاء لفريق نادي أمانة بغداد. هذه الكرة الماضية عبد الله نصيب وبطاقة صفراء أولى في هذه المواجهة يتحصل عليها عبد الله نصيب، وركلة جزاء لصالح فريق نادي أمانة بغداد. ركلة جزاء لأسود العاصمة في هذه اللحظات. بالمناسبة نادي أمانة بغداد تحصل على ركلتي جزاء في آخر مباراتين، ولكن أهدرها وبأقدام من؟ بأقدام جبار كريم الذي يتواجد اليوم في دكة البدلاء. نعم، ضيع في الجولة قبل الماضية أمام نوروز في المباراة التي خسرها في شرار حيدر، في ملعب شرار حيدر بثنائية نظيفة، ثم أمام القوة الجوية في المباراة الماضية
في ملعب المدينة أيضا أهدر ركلة جزاء أمانة بغداد أيضا عن طريق اللاعب جبار كريم. وفي المباراة التي خسرها أيضا ب3 أهداف مقابل هدف واحد، الآن يتحصل على ركلة جزاء، ولكن محمد طارق حتى الآن يعاين في غرفة الفار الحالة، حتى الآن يقوم بقراءة الحالة، بمناقشة الحالة، بمتابعة ورؤية الحالة، لننتظر القرار الأكيد الذي قد يكون مفرح لأمانة بغداد بركلة جزاء صحيحة، أم مفرح للزوراء بعدم وجود ركلة جزاء. هذه الكرة الماضية وتدخل من جانب عبد الله نصيب، ولكن القراءة والرؤية بالتأكيد عند الحكم المتواجد في الغرفة الصغيرة، في الشاشة الصغيرة، حكم الفار محمد طارق. من هناك أيضا الحكم محمد كامل أشار للوهلة الأولى لوجود ركلة جزاء، ولكن بانتظار التصديق على هذه الحالة. من هناك نعم لا زالت الحالة قيد المعاينة. نعم مشاهدينا الكرام، هي مبدئيا ركلة جزاء لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد، فريق نادي أمانة بغداد تحصل على 4 ركلات جزاء هذا الموسم، سجل ركلتين وأضاع ركلتين، وجميع ركلات الجزاء التي نفذت لأمانة بغداد كانت من جانب اللاعب جبار كريم، بينما نادي الزوراء احتسبت ضد 3 ركلات جزاء، سجلت ركلتين وضاعت واحدة. إذن التصديق على صحة القرار الأول من محمد كامل بوجود ركلة جزاء في نصف ساعة. مشاهدينا الكرام، شاهدناها وتابعناها في فصل أول في هذه الموقعة. الزوراء متقدم الآن وركلة جزاء لمصلحة أمانة بغداد، وفرصة لأسود العاصمة لتعديل النتيجة، وبأقدام من؟ مولدوبيك. يتقدم الأوزبكي يوقع على التعادل، الأوزبكي يسجل الهدف الأول لأمانة بغداد، هدف التعادل، وعن طريق بختيار قاسيموف يدون أول أهدافه في منافسات الدوري، وأول أهداف أمانة بغداد في هذه المباراة. ومن علامة الجزاء يعود أمانة بغداد إلى نقطة البداية، يعود بالتعادل، يعود ويعدل الكفة، يعود ويعدل النتيجة. 1-1 في مباراة مثيرة حتى الآن بأحداثها، بمجرياتها، نعم، وبوقائع رائعة ومثيرة في بداية المباراة. يبدو لنا بأننا سنشاهد أهداف كثيرة في مباراة وسيناريو رائع، في سيناريو مثير. يبدو لنا أننا سنكون على موعد مباراة مثيرة بسيناريو ومجريات وأحداث. نعم، يتعادل أمانة بغداد، يعود من جديد وبركلة الجزاء الثالثة الناجحة في هذا الموسم. لاعب قاسيموف يسجل 5 أهداف في هذا الموسم، اللاعب الأوزبكي لاعب خط الوسط، سجل في مرمى نادي الشرطة 2 هدفين، وهو آخر انتصار لنادي أمانة بغداد بالنتيجة قبل الانتصار على حساب أربيل بقرار إداري في الجولة 16. هذا آخر انتصار لفريق أمانة بغداد، ولكن آخر انتصار فعلي كنتيجة وليس بقرار إداري كان في الجولة 19 في 30 ديسمبر 2025 في العام الماضي على حساب نادي الشرطة بثنائية في الجولة 9
عن طريق اللاعب بختيور كوسيموف، سجل بعدها في مرمى الغراف هدف، وأيضا سجل الآن هدف في هذه اللحظات، هدف ثمين يعادل من خلال أمانة بغداد هذه النتيجة. عودة في وسط الملعب، عودة من جديد. فريق النادي الزوراء يطمح الآن لاستعادة التقدم، يفتقد التقدم الآن ويعود إلى نقطة البداية. عودة من جديد، فلافيو في وسط الميدان، الأنغولي من جديد، حيدر سالم لأحمد عبد الحسين، نقلة على جهة اليمين، يحاول فريق أمانة بغداد نعم ويزيد عزيمة وقوة وشغف بعد تعديل النتيجة. تمريرة في أقصى اليسار نقلت مررت ولكن ابتعدت وانتقلت إلى رمية جانبية، رمية جانبية إلى الأمام للزوراء، لمحمد قاسم، للخلف على اليسار لسجاد محمد، سجاد محمد إلى الأمام لعامر، عامر جاموس الأردني ينقلها على اليمين، عملية الاستلام من جانب محمد قاسم، محمد يحاول الخطير، يبحث يفتش عن مساندة من الزملاء، مررها حافظ عليها، لا زالت قائمة خطيرة للزوراء بعرضية، متابعة من جانب الدفاع، جاء الإنقاذ وجاءت المتابعة وعادت لمصلحة الزوراء، عادت لمصلحة الزوراء. سير فلاح، سير إلى الأمام، تمريرة أمامية ولكن يفتقدها الزوراء، افتقدها برايان، وعادت إلى الأمام لمصلحة بلافيو، لمصلحة الأنغولي، لمصلحة هنريك، يحاول يتخطى، يمرر لعبد الحسين، أحمد عبد الحسين، ميلاد فلاح، حيدر سالم إلى الأمام، فلافيو، سلام، محاولة، حيازة مستمرة، نقلات، ومن هناك المراوغة والمجهود الفردي المهاري الرائع بأقدام اللاعب فلافيو، ولكن استعادة من جانب هيران، هو المهاري الآخر في صفوف الزوراء، وهو الذي قدم فواصل مهارية رائعة فردية لمصلحته ولمصلحة الزوراء ولمصلحة عامر، والتمرير ولكن متسلل كان في الكرة الماضية وأيضا لم تمر. عودة من حسين فلاح لهيران، هيران إلى الأمام، والتصويبة الخطيرة جدا من جانب هيران التي احتلت العارضة ومرت وتحولت إلى ضربة مرمى خطيرة من هيران. يفضل التصويب، يفضل الحلول الفردية في الكرة الماضية، وإلى الخارج مرت، إلى الخارج مرت، تحولت. 4 تصويبات للزوراء، تصويبتين لأمانة بغداد، وعلى المرمى تصويبتين للزوراء، تصويبة واحدة لأمانة بغداد. كانت تصويبة الهدف، تصويبة ركلة الجزاء، تصويبة العودة للتعادل، ولامين ساماتي يتعرض للإصابة. الجامبي من هناك القادم من نادي النجمة البحريني، مثل نادي نوروز من قبل كمحطة في العراق، وأيضا نفط ميسان، هذه الأندية في دور النجوم التي مثلها هذا اللاعب. مثل أيضا نادي جدة السعودي، نادي النجوم معادر القطري، وأيضا نادي مدنين التونسي. محطات في الملاعب العربية لهذا اللاعب، ومن هناك ركلة الجزاء وهدف التعادل من جانب اللاعب بختيور الأوزبكي، يسجل وخامس أهدافه هذا الموسم. آخر انتصار كما ذكرنا لأمانة بغداد كان في الجولة 16 على حساب نادي أربيل وبقرار إداري، كان هذا في 31 يناير، أقل من شهرين. عودة إلى الأمام، تقدم، متابعة من جانب الدفاع، تحولت وعادت من جديد لأحمد عبد الحسين، نقلها لحيدر أو لبختيور، يحاول بختيور عرضية للأوزبكي، متابعة، تصويبة مرت خطيرة على الزوراء عن طريق اللاعب مويسيس بيدرو الأنغولي، هو الآخر، ثنائي أنغولي يقود الهجوم والوسط لفريق أمانة بغداد. لاعب مويسيس بيدرو القادم من نادي الاتحاد المنستيري التونسي، من أفضل الأندية أيضا التونسية. عودة من جديد
في وسط الملعب. نسبة الاستحواذ لفريق نادي الزوراء 59 مقابل 41 لأمانة بغداد، وهذا واضح، هذا واضح. ومن هناك أنصار الزوراء تنتظر العيدية، تنتظر الفرحة، تنتظر أيضا تعزيز سجل النقاط في سلم الترتيب، والعودة من سجاد والعرضية، ولكن ساماتي تابعها الأنجول أو الجامبي، والعودة من جديد بهجمة مرتدة، ولكن قاسيموف يحاول قاسيموف، ولكن عملية الاستعادة لم تكن شرعية، يرتكب من خلالها المخالفة، يرتكب الخطأ. وفي هذه اللحظات بطاقة صفراء لصاحب هدف التعادل من علامة جزاء، نعم، لأمانة بغداد، اللاعب بختيور قاسيموف. بختيور في هذه اللحظات بتدخل عنيف في الكرة الماضية حصل على إثره على بطاقة صفراء جراء هذا التدخل. والبطاقة الصفراء الأولى لصفوف نادي أمانة بغداد. نادي الزوراء من هناك أمام أنصاره، أمام عشاقه، الأنصار التي تتحدى الطقس البارد والممطر وتحضر وتتواجد هنا وتتوافد ولا زالت تتوافد إلى مدرجات ملعب اللقاء. أيضا الزوراء وأنصاره، هناك من يذهب ويحتفل بالعيد، يذهب ويتواجد ويتوافد في التجمعات، ولكن أنصار الزوراء أبت إلا أن تحضر هنا في مدرجات ملعب اللقاء لمؤازرة الفريق. نادي الزوراء على ملعبه هذا الموسم 11 مباراة، 5 انتصارات، 4 تعادلات وهزيمتين، سجل 15 مع هدف اليوم 16، واستقبل مع هدف اليوم 12 هدف أو 11 هدف. أرقام ضمانات تسر عشاق وأنصار الزعيم. 5 دقائق أخيرة مشاهدينا الكرام على عمر شوط المباراة الأول، الشوط المثير، شاهدنا فيه الأهداف، شاهدنا فيه الفرص، وأيضا شاهدنا مباراة مفتوحة خاصة من جانب نادي الزوراء الذي صنع أكثر من فرصة، وصل أكثر من مرة. عامر جاموس لهيران أحمد، هيران يحاول، هيران وخاصة بأقدام هذا اللاعب الخطير صانع الفرص وصانع العرضية والرأسية، ولكنها طالت، تحولت، مرت إلى الخارج، إلى الخارج، إلى ضربة مرمى. ألف سلامة للاعب أحمد نور الذي يسقط في هذه اللحظات، يتعرض لإصابة، يشكو من إصابة. هذه الكرة الماضية وطالت، تحولت ومرت الكرة الماضية بعد إبعاد من جانب اللاعب أحمد نور. تدخل رائع بضربة ركنية، محاولة للزوراء، تبعد من جانب الدفاع، عودة من جديد في وسط الميدان عن طريق عمر إلى الأمام، تبعد من جانب الدفاع في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام لصالح نادي أمانة بغداد. بختيور يتقدم، ينتظر، يحتفظ بالكرة، أحمد عبد الحسين لبختيور من جديد، نقلة أمامية، استعادة لزوراء، عودة زورائية، نقلة أمامية لمصلحة اللاعب من هناك كيفن مافيد. يسقط الكاميروني، يستعيدها الكاميروني، يقطعها الكاميروني من جديد، يحاول الحفاظ عليها والاستعادة، ولكن يرتكب خطأ اللاعب كيفن مافيد. 31 سنة لهذا اللاعب، قادم من نادي المصافي أو مصافي الجنوب، من مصافي الجنوب. عودة في وسط الملعب لأمانة بغداد في هذه اللحظات، الذي يعود ويبحث ويفتش عن عودة لسكة الانتصارات في وسط الميدان. بمخالفة أمانة بغداد، يبحث، يفتش تصويبة، ولكنها ابتعدت ومرت إلى الخارج، مرت إلى الخارج، إلى ضربة مرمى. أيمن رزيج اليوم يغيب عن هذه المباراة بسبب البطاقة الحمراء.
التي تحصل عليها في المباراة الماضية أمام القوة الجوية، والخسارة ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. عودة أمامية إلى الأمام، تحولت رمية جانبية لمصلحة نادي الزوراء. لكاظم إلى الأمام، لعبها برايان استعادة وتمرير وانطلاقة إلى الأمام، فقدان سريع للكرة وعودة للقائد لحسين فلاح، يبحث ويمرر. سجاد محمد، سجاد أمامية، سجاد يحاول، سجاد لا زال باحثا مفتشا ولكن يفتقدها والعودة للأمام. فلافيو والانطلاق السريع والمحاولة المرور للعبور. عامر جاموس يحاول وعمر نوري والاستعادة. عودة أمامية ومن هناك وسام طالب، وخطاب مستمر للاعبين، توجيهات تعليمات مستمرة من جانب الحرس القديم لأمانة بغداد لأسود العاصمة. عودة من جديد على اليمين، محمد قاسم أمامية، محمد قاسم يبحث، يمرر ويستلم، يسلم ويستلم من جديد إلى الأمام، ومن هناك صافرة ومخالفة للزوراء على أمانة بغداد في مكان خطير، في مكان قريب، في مخالفة يتحصل عليها فريق نادي الزوراء. مخالفة على مشارف المنطقة، كرة ثابتة خطيرة على مرمى عمار علي على أمانة بغداد. من هناك يفتش، والمتخصص بتنفيذ هكذا كرات ومن هكذا جهات ومساحات ومسافات هو اللاعب بلا شك محمد قاسم. سنوات رائعة مع نادي الشرطة، مع القوة الجوية، مع النفط كانت الانطلاقة، مع النجف متابعة التألق، والآن مع الزوراء. أيضا مع المنتخب الوطني، سنوات مميزة لمحمد قاسم. في هذه اللحظات كرة ثابتة، أيضا توج مع الشرطة بلقب الدوري. محمد قاسم تصويب، الله هو نعم، هو المتخصص بالكرات الثابتة، هكذا كرات هي المفضلة له. ومن هناك العناق مع لؤي صلاح، إنه يوم العيد لا نعم بالتأكيد أكبر عيدية تقدم هو الانتصار، لتحقيق الانتصار والفرحة للجماهير بكرة ثابتة يمنح التقدم، يستعيد التقدم محمد قاسم من هناك. ومن هناك الحارس عمار علي يقف عاجزا ومتجمدا أمام الكرة الثابتة والساحرة عن طريق محمد قاسم. رائعة وصعبة على حراس المرمى، هكذا كرات خاصة نعم عن طريق محمد قاسم المتخصص الساحر الرائع صاحب القدم اليسرى المميزة. من هناك يسجل هدف التقدم، من هناك يستعيد التقدم لفريق نادي الزوراء. هنا في يوم العيد، هنا يريدون تقديم العيدية والهدية للجماهير التي تريد العودة. من هناك للفرحة، من هناك نعم للاحتفال بإنجازات وانتصارات الزعيم. ماذا هناك؟ وسام طالب طبعا لاعبيه مغادرة أم ماذا؟ نعم، هذه الكرة الماضية والخطأ الذي تحصل عليه فريق نادي الزوراء في الكرة الماضية. وسام طالب، ماذا هناك؟ بانتظار العدول أو الرجوع عن القرار، مع حديث مستمر بين الحكم محمد كامل وأيضا حكم الفار محمد طارق. حديث مستمر فيما يخص الحالة الماضية. ماذا هناك؟ نعم 5 دقائق كوقت محتسب بدل ضائع، مرت دقيقتين من الوقت الإضافي. وسام طالب، ماذا هناك؟ ننتظر الاعتراض وعدم الرضا من جانب الحكم أو المدرب وسام طالب على قرار حكم المباراة.
طالب طبعا غير راضي على إعطاء المخالفة والإشارة لوجود خطأ، ولكن محمد كامل من هناك. أيضا ليث فرحان الحكم الرابع. والحديث المستمر فيما يخص الحالة الماضية. إذن الزوراء يتقدم، يسجل فريق نادي الزوراء بأقدام محمد قاسم الساحر والرائع. هذه الكرة الماضية. وسام طالب يقول لا وجود للمسة يد، هذا ما يعترض عليه المدرب وسام طالب. والعودة من هناك، هل سيلغى الهدف؟ هل هناك قرارات جديدة؟ والعودة لمناقشة ومعاينة الحالة. ننتظر ونتابع. حتى الآن عناصر أمانة بغداد يعودون من جديد إلى أرضية الملعب. وسام طالب يرفض متابعة اللعب حتى يتم معاينة الحالة من جديد. نعم مشاهدينا الكرام، وعادت المباراة من جديد بهدف ثاني للزوراء. هدف ثاني للزوراء، وهدف يصدق عليه، وهدف بكرة ثابتة من محمد قاسم استعاد من خلاله التقدم لفريق نادي الزوراء قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، بدقائق. تمريرة إلى الأمام في وسط الملعب، نقلة أمامية، متابعة من جانب الزوراء، نقلة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الزوراء من جديد. برايان يحاول، برايان يمرر لمحمد قاسم، والاستلام من جانب مويسيس يحاول، ولكن طالت، تحولت من جانب كيفن مافيدي إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة ركنية لمصلحة نادي الزوراء. رغبة قوية للزوراء للتسجيل. شوط مثير، شوط رائع، 3 أهداف شهد هذا الشوط. محمد قاسم، ضربة ركنية من هناك، يبحث ويفتش عن المزيد في هذه اللحظات. يمرر محمد قاسم، عودة من جديد، يستلم، يحاول، يمر، يخترق، يصوب، وعلى مرتين عبد الله نصيب يعوض. عبد الله نصيب يصالح الجماهير بركلة الجزاء التي ارتكبها وتسبب بحدوثها. يعود من هناك ليسجل الهدف الثالث للزوراء بكرة ومتابعة جاءت على مرتين. تصدى عمار الأولى لتصويبة محمد قاسم الرائعة والخطيرة، تابع عبد الله نصيب يسجل الأردني من هناك. وكان كان متفائل جدا يوم أمس في المؤتمر الصحفي. نعم اللاعب عبد الله نصيب، وقال بأن اللاعبون يتحملون مسؤولية إعادة الفريق إلى مستواه رغم الغيابات، ونعد جماهيرنا بتحقيق الفوز في هذه المباراة. نعم، وعد وأوفى وسجل ودون وتقدم من جديد بهدف ثالث لمصلحة الزوراء في هذه المباراة. عبد الله نصيب يسجل من هناك. المدافع الأردني يسجل من جديد هدف الأول في هذا الموسم بقميص نادي الزوراء. 1-0. نعم، أو 1 لهذا اللاعب، 1 لهذا اللاعب، و3 لمصلحة أمانة بغداد. عودة من جديد، رمية جانبية. الزوراء يضرب بثالث الأهداف في شوط المباراة الأول بشوط رائع، بشوط كما ذكرنا بأنه كان مفتوح على مستوى صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، وهذا ما أراد وما صنع فريق نادي الزوراء. عودة للأمام، نقلة أمامية، متابعة من جانب الدفاع لدفاعات الزوراء. تعود الكرة من جديد في وسط الميدان وإلى الخلف، عادت لمصلحة نادي الزوراء عند الحارس حسين حسن. الشوط الأول يقترب من النهاية، من الانقضاء، ونادي الزوراء يتألق ويبدع، وأيضا يعايد الجماهير ويعطي ويقدم أفضل وأجمل هدية. بينما نادي أمانة بغداد يواصل نزيف النقاط والمعاناة. لؤي صلاح يفتش عن الانتصار الثالث
في مسابقة الدوري منذ توليه قيادة الفريق. خسارة أمام الشرطة، ثم التعادل أمام الموصل، الانتصار على نوروز، التعادل مع نفط بيسان، وبعدها الانتصار على الغراف الصعب في الجولة الماضية بهدف هيران أحمد آزاد. مشاهدينا الكرام، من هناك صافرة حكم اللقاء محمد كامل تعلن عن نهاية شوط المباراة الأول. قدم نادي الزوراء ب3 أهداف مقابل هدف واحد. مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، بعد النهاية للاستراحة لنا ملتقى إن شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم. تبقى الكرة العرضية عالية، مسافة، مرور ممتاز، جول! الله الله! الطلبة الأنيق، الطلبة يسجل أول أهداف المباراة، رائعة جدا عن طريق مسافة، وبعد ذلك تأتي المتابعة عن طريق كريم عرابي. كريم عرابي يسجل أول أهداف المباراة. الطلبة الأنيق يعود لأناقته، نصف أناقتك في أدائك. اي نعم، نصف أناقتك في أدائك والنصف الآخر في تاريخك. اي والله، هكذا الطلبة عندما يكون حاضرا. هذا الانتظار الجميل والاستلام الرائع، بعد ذلك مسافة اللي مرر الكرة، والمتابعة التي كانت ممتازة 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 عن طريق كريم عرابي اللي يودع الكرة داخل الشباك. ليتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة عن طريق الجزائري. كرة فيها التمرير، هجوم لروبن أكوا، الكهرباء يحاول ونهاد، جول! جول للكهرباء، هدف التعادل للكهرباء عن طريق نهاد محمد مع أول كرة بأول لمسة يسجل بكرة كانت سريعة من روبن أكوا من جهة اليمين، انطلق فيها وبعد ذلك يمرر الكرة، ومرت من الجميع ولكنها ما مرت على نهاد اللاعب البديل. هذه الكرة الماضية، التمريرة الممتازة والمتابعة للكرة تحت أنظار فهد طالب الذي يكتفي بالنظر لهذه الكرة، وكانت صعبة، وبالتالي نهاد يدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني. 1-1 الآن المباراة. انطلق فيها ومرر جهة اليمين، تبادل الكرات، هذه ممتازة، هذه ممتازة، ومسافة، جول! هي جميلة 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 ورائعة. من الانطلاقة كانت جميلة، من التمريرة كانت جميلة، جهة اليمين كانت فعالة، الاختراق كان جميل، التمرير كان رائع،
تبادل الكرات كان ممتاز، التصويب لا أحلى ولا أروع، التصويب لا أحلى ولا أروع. الطلبة يتقدم بهدف ثاني سرعان ما يعود ويتقدم، سرعان ما يعود ويسجل. هذه تصويبة رائعة 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 جدا على يمين حارس المرمى ليتقدم الأنيق. هكذا الله الطلبة لما يكون بيومه تستمتع بكرة القدم. لحسن عاشور، يتقدم حسن، يمرر تمريرة على اليسار من جانب حسام مالك، وعلى اليسار وصلت والتقدم والمحاولة والدخول والعرضية الأرضية، ولكن متابع حاضر من جانب دفاعات نادي أمانة بغداد. عودة من جديد خطيرة، جول. الله 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 الله. حسام مالك يأتي بهدف الأسبقية. حسام مالك نعم لا يمهل المنافسين إلا 5 دقائق حتى يسجل أول الأهداف. نوروز يتقدم، نوروز يكتب الهدف الأول. نعم هو يبحث عن الارتقاء، لا مزيد من السقوط والتعثرات، لا مزيد من نزيف النقاط. يريدون التألق، يريدون التحليق عاليا. هدف أول لمصلحة حسام مالك ولمصلحة نوروز. هذه الكرة الأولى، الإبعاد من جانب الدفاع على مرتين، ولكن نعم محاولة الإبعاد للكرة الماضية باءت بالفشل أمام هذه النزعة الهجومية وهذا الشغف الكبير الذي يسجل من خلال نعم في مكان سليم اللاعب حسام مالك بكرة جاءت من القائد محمد دلاور الذي يعمل في موسم استثنائي وموسم كبير. استعادة للأمام، محاولة، تمريرة، انفراد، تقدم، جول 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 جول. الهدف الثاني لمصلحة نوروز، وهذه المرة اللاعب بول كومولافي نعم سجل وكان متسللا في الدقائق الماضية، والآن يسجل، يدون، يعود من جديد ليصل إلى مرمى عمار علي ولأمانة بغداد ليدون ثاني الأهداف لنوروز أمام هذا الحضور الجماهيري الوفي والحاضر والمؤازر لهذا الفريق العنيد والذي يفتش عن انتصار جديد. الفريق المجتهد والعائد من جديد، انفراد وتمرير وتصويبة من جانب النيجيري بول كومولافي يسجل ثاني الأهداف ويعود من جديد. الفار ألغى هدف كاموفلاجي نعم في الدقائق الماضية، ولكن عاد كومولافي ليسجل، ليدون، ليعود من جديد ليسجل ثاني الأهداف لفريق نادي نوروز ويضاعف النتيجة ويسجل ويعمق من جراح نادي أمانة بغداد. حاول الآن القادم من الأهلي المصري، الله الله الله، انطلاقة جميلة، جول. عاد أيمن حسين وللمباراة الثانية على التوالي. الله على اللقطة، لا يحتفل بل يقرأ سورة الفاتحة تخليدا لشهدائنا الأبرار الذي حلقت أرواحهم إلى السماء عالية رحمه الله تعالى وأسكنهم فسيح الجنات. لقطة جميلة من أيمن حسين وهدف أول لصقور الغربية. حلقت صقور الغربية بهذه اللقطة وعن طريق من؟ أيمن حسين الذي كان هنالك تساؤلات كثيرة عن غيابه التحديثي، لكنه عاد بعدما سجل بالجولة الماضية على أربيل، سجل هدفين واليوم يعود ليسجل بشباك الغراف بعد مجهود فردي ولا أروع من المصري أحمد عبد القادر، ووصلت الكرة على طبق من ذهب لأيمن حسين. هو ما كذب خبر، سجل هدف أول وبعدها لم يحتفل بل قرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار. إذن الهدف الأول وصل، وفي لقطة من اللقطات الجميلة، اللقطات الإنسانية اللي تجمعها الرياضة. شاهدنا أيضا عندما أعلن عن تشكيلة فريق الغراف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الله على المرور أحمد الآن، الله شوف التلاعب، يا عيني الله على تصويبه يا أحمد.
أحمد عبد القادر. هو المصري من بلاد الفراعنة، قادم من الأهل المصري لصقور الغربية ليسجل هدف عالمي 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 عالمي. نعم، هدف عالمي من أحمد عبد القادر بعد مهارة فردية ومرور وتلاعب وتصويبة جميلة. نعم، يسجل من خلالها ثاني أهداف فريق القرمة بعد مجهود فردي ولا أروع. شوف يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله على المرور والتصويبة. يا ساتر على التصويبة، يا ساتر على الدقة والتصويب الجميل، وبذلك هدف ثاني. هو نجم اللقاء حتى هذه اللحظة، صنع هدف، سجل هدف، ولا زال يقدم مهارة فردية من أروع ما يكون. والغراف اللي تأهل هذا الموسم لأول مرة، كرة الآن لا زالت لسجاد اللي غير اللعب. سجاد يحاول بكرة لا زالت مع دربكة دفاعية. جميل اليحمدي يرسلها عالية. النيران الصديقة، أكبوتشو يقع بالمحظور. نعم، غلق الطرق أمام أحمد عبد القادر، لكن هو اللي سجل هدف ثالث، هو اللي سجل في مرماه، هو اللي سجل في مرمى جماهير القرمة. أيابش حياكم مدرجات البرتقالي تحتفل بالهدف الثالث من نيران الصديقة. أكبوتشو يقع بالمحظور ويسجل في مرمى اللاعب التوغولي. نعم، التوغولي يقع بالمحظور. ايتيبا مرة أخرى لها ايتيبا. حسين جبار، عرضية عالية خطيرة. الله، معتز زادام يسجل أول الأهداف بعد أن لعب حسين جبار كرة جميلة وبغفلة من المدافعين، خالي من الرقابة، يلعب كرة بشكل مستريح إلى سقف المرمى ويسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 54 من عمر المباراة. الدقيقة 54 معتز زادام يسجل الهدف الأول للشرطة بشكل مستريح. شوف حسين جبار، شوف اتيبا، معتز مرة أخرى، اتيبا، حسين جبار، عرضية عالية وبشكل رائع بعد أن كان بشكل مستريح وخالي من الرقابة يسجل بين غفلة المدافعين هدف التقدم للشرطة الأول اللي يسجله معتز زادام. معتز أول أهداف هذا الموسم يسجله في شباك نادي الموصل. 1 الشرطة لا شيء الموصل. وأذكر بنتيجة الذهاب 3-0 لفريق الشرطة. عالية الكرة، جول للصقور للقوى الجوية للصقور. الله، هدف قاتل، هدف ذهبي، هدف صدارة، هدف للقوى الجوية، سميه ما شئت. الله 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 الله، لا تخطأ أمام الفرق الكبيرة، فالعقاب موجود. سعد عبد الأمير يسجل للقوى الجوية. سعد عبد الأمير، الله 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 يا سعد، يجلب الفرح والسعد والصدارة. الله 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 يا سعد، الله يا الصدارة، الله يا العريق، الله يا الصقور، الله يا القوى الجوية. قوة الجوية يبقى بالصدارة. الله يا سعد، يجلب الفرح والسعد والصدارة. إذن الصدارة للقوى الجوية، الصدارة زرقاء حتى طبعا وإن مرت الدقائق، وبالتالي الكبار دائما طبعا عند الموعد. الكبار دائما متواجدين، وبالتالي سعد عبد الأمير
مرة أخرى مشاهدينا الكرام متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا مرحبا بكم هنا وشوط المباراة الثاني من لقاء الزوراء وأمانة بغداد. الشوط المباراة الأول انتهى بتقدم فريق نادي الزوراء ب3 أهداف مقابل هدف وحيد لأمانة بغداد في مباراة مثيرة شهد فصلها الأول تسجيل 4 أهداف. الزوراء أبدع وأمتع، أمانة بغداد أيضا كان مقنعا ومتألقا، ولكن في الدقائق الأخيرة الزوراء استعاد التقدم وسجل هدفين بالدقائق الإضافية. الآن يجري تعديل مدربا الفريقين في هذه اللحظات. المدرب لؤي صلاح يزج باللاعب إبراهيم توميو بديلا لكيفن مفيدي، بينما المدرب وسام طالب لأمانة بغداد يزج باللاعب جبار كريم. أيضا من هناك هو الأكثر مشاركة في هذا الموسم في صفوف الفريق في التشكيلة الأساسية، نعم يشارك بديلا لأحمد عبد الحسين. الله الله، أول الكرات وأول المحاولات المباغتة للزوراء، نعم لأمانة بغداد على الزوراء في كرة خطيرة وتقدم وتصويبة قوية من جانب اللاعب فلافيو اللاعب الأنغولي. من هناك يصوب، يحاول في بداية وانطلاقة قوية لأمانة بغداد، من هناك يثبت من خلالها بأنه لا زال في قلب الموقعة وفي قلب المفاجآت. كرة على اليسار، تقدم إلى الأمام، تسييم، تصويب، متابعة، ولكن وصلت سهلة عند حارس المرمى عمار علي. ضربة ركنية من هناك عمار علي في هذه اللحظات، ضربة ركنية للزوراء، للمتقدم، للمتألق، للمسيطر في هذه المواجهة. والجماهير التي يستمر توافدها إلى مدرجات ملعب اللقاء، لا زالت الجماهير تتوافد، تحضر، تدعم، تؤازر، تشجع الفريق. هنا في فرحة العيد وفرحة الانتصار للزوراء بالنسبة للجماهير هي فرحة كبيرة. ترسل عالية، محاولة بالراس، الله 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 يا عمار علي يتصدى لفرصة خطيرة جدا للزوراء، وعن طريق كاظم رعد وبرأسية خطيرة تمر بمحاذاة القائم الأيسر. كرة خطيرة كانت اللقطة الماضية، هذه الكرة نعم الخطيرة جدا من جانب كاظم رعد الذي لم نعتد على مشاهدته وهو يقوم بالضربات الرأسية. عودة محمد قاسم إلى الأمام، لعبها محمد قاسم، سجل هدف وساهم. ومن هناك أيضا محاولة من إبراهيم توميو بأول لمسات وتصويبات النيجيري الذي يشارك حديثا في هذه اللحظات بديلا للكاميروني كيفن مفيدي في وسط الملعب. عودة لأمانة بغداد، نقلة على اليسار، تقدم جبار، يحاول جبار كريم يدخل يمرر عرضية، ولكن متابعة من عمر نوري أبعدها وعادت من جديد. حالة تسلل في الكرة الماضية على عناصر فريق أمانة بغداد. هذه الكرة الماضية نعم جبار كريم كان متسللا، أيضا جبار كريم وميلاد فلاح من أقدم اللاعبين خوضا للمنافسات المباشرة بين الزوراء وأمانة بغداد. منافسات قوية جمعت الفريقين منذ تأسيس فريق أمانة بغداد وتأسيس الزوراء وبداية الدوري، نعم تاريخ حافل وكبير ومنافسات قوية جمعت الفريقين. التقى الفريقان 52 مرة، الغلبة للزوراء ب 26 مباراة، 26 انتصار للزوراء و13 انتصار لأمانة بغداد، والتعادل 13 مرة حدث بين الفريقين. إذا احتسبنا مباريات أمانة بغداد باسم فريق البلديات، نعم في فترة من الفترات فريق نادي أمانة بغداد تم دمجه مع نادي إسالة الماء ومصلحة نقل الركاب مع فريق الأمانة، نعم 3 أندية تم دمجها لتكون فريق البلديات الذي شارك ب4 مواسم في دور النجوم. تابع من جانب الدفاع إلى الأمام، تصل تبعد من جانب الدفاع، تدخل أمامية، الكرة عادت إلى الخلف،
لمصلحة نادي أمانة بغداد. من جديد في وسط الملعب، نقلة أمامية، متابعة داخل المنطقة، ولكن خطيرة خطيرة خطيرة، طالت وحسين حسن من هناك ينجو من محاولة الاقتناص من جانب الأوزبكي موردوبيك الذي حاول في الكرة الماضية. طالت الكرة الماضية، كرة إلى الأمام، مرت وطالت وعادت ووصلت إلى الأمام. عودة أمامية، انطلاقة أمامية، محاولة عملية الاستلام، السقوط لإبراهيم توميو والمخالفة لمصلحة الزوراء في مكان خطير مع بطاقة صفراء للامين ساماته. بطاقة صفراء أيضا للاعب حسين فلاح، الاعتراض، وأيضا لامين ساماته. حسين فلاح كان يعترض، يطالب ببطاقة حمراء للامين ساماته، ولكن حكم المباراة محمد كامل يكتفي ببطاقة صفراء. أيضا لحسين فلاح للقائد في الكرة الماضية. هذه الكرة الماضية والمتابعة والمحاولة أيضا بتمريرة من كاظم رعد، اخترقت دفاعات أمانة بغداد، وانطلاقة كانت من الكولومبي برايان رياسوكس صاحب الهدف الأول في المباراة، ولكن كانت هناك مراقبة، متابعة وعرقلة وخطأ لصالح نادي الزوراء في مكان خطير، في مكان قريب، في مكان قريب على من الحارس عمار علي. عمار علي من هناك، والتوجيهات والحذر والترقب من الخطر القادم، كيف لا، وقد عرفوا تماما وتم اقتلاص مرماهم من قبل محمد قاسم في الدقائق الماضية في نهاية الفصل الأول. عمار علي من هناك، والتوجيهات المستمرة، الحارس السابق لفريق نادي الكهرباء في فترة من الفترات، 38 سنة لعمار الحارس المخضرم. كرة ثابتة من هناك، ولكن معاينة يذهب للمعاينة بنفسه، ربما هناك بطاقة حمراء للامين ساماته، ربما هناك بطاقة حمراء للامين ساماته فيما يخص الحالة الماضية والخطأ الذي تسبب به، أو كان بريان متسللا. سنتابع، سنعاين، سنشاهد، سننظر ماذا هناك. نعم العودة للمشاهدة بنفسه، محمد كامل يعود فيما يخص حالة العرقلة، إن كانت هناك بطاقة صفراء أو حمراء أو لا يوجد خطأ. المعاينة والقرار بالتأكيد لدى المختصين والمعاينين لهذه الحالة والمشاهدين والمقيمين لهذه الحالة. هذه الكرة الماضية يعود محمد كامل من هناك، يعود ولكن بأي قرار لا وجود لبطاقة صفراء، بل بطاقة حمراء للامين ساماته. من هناك يتحصل عليها الجامبي في هذه المباراة لتزداد معاناة أمانة بغداد، لتزداد معاناة الأسد الجريح أسود العاصمة في معاناة مستمرة، والمصائب لا تأتي فرادى. لامين ساماته من هناك بطاقة حمراء، والتحية من المدرب وسام طالب الذي يعاين ويشاهد ويتابع هذه المعاناة وهذا الواقع المر الذي يمر به فريق نادي أمانة بغداد. حتى اللحظة سيكمل 37 دقيقة ب10 لاعبين ومتأخر ب3 مقابل 1. وهنا محمد قاسم تصويبة خطيرة، ولكن عند الحارس هذه المرة بسيطة وسهلة عند عمار علي. إلى الأمام والعودة من جديد. من هناك بوجود إعادة
أو خطأ للحارس عمار علي. هذه الكرة الماضية أرادها، نعم أراد بنفس طريقة ومسافة ومساحة أيضا تسجيل الهدف الثاني في المباراة، ولكن من هناك الكرة تفقد جزء كبير من قوتها بعد ارتطامها برأس المدافعين والحائط البشري، حائط الصد الذي وقف مانعا ومساندا للخطوط الدفاعية لأمانة بغداد. تحولت الكرة إلى الخارج إلى رمية جانبية. حسين فلاح، أدوار رائعة يقدمها حسين فلاح حتى الآن في هذا الموسم. صنع هدف، 21 مباراة شارك بها في بطولة الدوري، 6 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا. عودة للأمام، تحصل اليوم على البطاقة الصفراء الرابعة. من هناك محاولة، ولكن عمار علي كان أقرب في الكرة الماضية، أقرب على الكرة الماضية لتمر وتصل لأمانة بغداد. آخر انتصار لأمانة بغداد يعود لموسم 2018-2019، وتحديدا في 14 من شهر إبريل، وانتصار أمانة بغداد بهدف مصطفى كريم من علامة الجزاء. كان هذا آخر انتصار لفريق أمانة بغداد. بعدها التعادلات سيطرت، وانتصارات الزوراء أيضا سيطرت على المواجهات المباشرة 53 التي جمعت الفريقين. فريق أمانة بغداد، الفريق الذي أرفد الأندية والمنتخبات بالأسماء الكبيرة أيضا على مستوى التدريب. يشارك الآن محمود أحمد بديلا للاعب مورود بيك في الكرة وفي الحالة واللحظات الماضية يغادر، ويشارك زميله لاعب محمود أحمد. كرة إلى الأمام، محمد قاسم إلى الأمام، يحاول يمرر، متابعة من جانب تومي، ولكن الكرة كانت سريعة، يحاول من خلالها تومي، وعودة من جديد، متابعة إلى الأمام، محاولة. فريق أمانة بغداد من هناك يحاول السيطرة واستعادة التوازن وعدم عن كثرة المعاناة. يريد أن يحد من هذه الخطورة والمعاناة في هذه المواجهة. تتأخر بهكذا وقت، وأمام الزوراء متعطش، وأمام جمهوره، وب10 لاعبين، تلعب ب10 لاعبين تكمل هذا اللقاء وفي أصعب الظروف. كرة للأمام، عودة على اليمين، متابعة، لا زالت المحاولة مستمرة. كاظم راعد عرضية، ولكن متابعة من جانب الدفاع. عودة للأمام، نقلة في وسط الملعب إلى الخارج، تحولت طالت إلى رمية جانبية. آخر مباراة جمعت الفريقين تعود إلى موسم 23-24، واللقاء الأخير الذي جمع الفريقين وهو اللقاء رقم 51 بين الفريقين في 14 إبريل 2024، وهو نفس التاريخ الذي حقق فيه فريق أمانة بغداد آخر انتصار على نادي الزوراء. محمد قاسم يستعيدها، يوقفها، يمنحها من الخروج، وبعرضية ورأسية، ولكنها طالت، مرت إلى الخارج إلى ضربة مرمى. نعم، آخر لقاء جمع الفريقين، وأيضا كان أمانة بغداد في مركز وموقف لا يحسد عليه في المركز 17، وهو آخر مواسم الفريق. بعدها هبط إلى دوري الدرجة الممتازة. كان الزوراء أيضا في أفضل ظروفه، وأمانة بغداد كان في أصعب ظروفه. في آخر مباراة في موسم 23-24 وكان الانتصار لصالح الزوراء بثنائية عن طريق كريستوفر جون وحسن عبد الكريم، وسجل أمانة بغداد هدف وحيد عن طريق محمد خالد جفال آخر من سجل. أنهى الأمانة الدوري بعدها بالمركز 19 وهبط رفقة نفط الوسط. عودة إلى الأمام، متابعة على الخارج. طبعا المباراة احتضنها ملعب المدينة
نتحدث عن آخر مواجهة بين الفريقين، وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان طبعا في هذه الجولة، جولة 18. عودة للأمام، متابعة خطيرة، الله الله الله، ولكن متسلل جبار كريم أراد أن يعوض ركلتي الجزاء التي أهدرها، التي أضاعها نعم في المواجهتين الماضيتين. يعود الآن يسجل، ولكن هذه المرة الراية والتسلل على اللاعب جبار كريم. عودة للأمام، سير فلاح، تمرير على جهة اليمين في وسط الميدان، محاولة متابعة قطعت وعادت لمصلحة نادي أمانة بغداد. تمرير من هناك، تصويبة ولكنها بعيدة جدا عن طريق اللاعب جبار كريم في اللقطة الماضية. تسديدة إلى الخارج، تحولت ومرت وإلى نادي الزوراء، عادت في هذه اللحظات. إلى الأمام عادت، متابعة من جانب أمانة بغداد على اليسار لفلافيو، يحاول عودة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. أكبر انتصارات نادي الزوراء على أمانة بغداد، وهي أكبر نتيجة حدثت بين الفريقين، الانتصار بخماسية نظيفة في موسم 78-79. سجل إبراهيم علي هدفين، وعلي كاظم ومهدي جاسم وفلاح حسن. أيضا في موسم 81-82 الانتصار برباعية مقابل هدف وحيد، نعم انتصار كان للزوراء 4-1. عودة في وسط الميدان على اليسار، طالت تحولت عند حارس المرمى سيان حسن. بالمناسبة بعد تسجيله لهدف المباراة الأول اللاعب برايان رياس سوكس، هو ليس المحترف الأول الذي يسجل للزوراء في مرمى أمانة بغداد. أول من سجل للزوراء كلاعب محترف هو اللاعب رحيم أولابي في موسم 13-14. عرضية من هناك، راسية، الله الله الله، جبار كريم هدف الأول ألغاه الفار أو حالة التسلل، ولكنه يعود ليسجل ليقتنص الهدف الأول له في المباراة والثاني لأمانة بغداد. جبار كريم يعتذر، يسجل، يدون، ومن هناك بلمسة رائعة وعرضية على رأسه رماها من هناك بلوفيو، وضعها على يسار الحارس حسين حسن، مودعها في شباك نادي الزوراء. فريق السابق مثل الزوراء هو موسمين 2018-19 حتى 2020، نعم، وأمضى مع النوارس فترة رائعة، ومن هناك يسجل، من هناك يدون. توج أيضا مع نادي الزوراء من قبل بلقب الدوري، والآن يعود جبار كريم ومنتظر سيشارك. منتظر عبد الأمير يشارك بديلا للاعب موسيس بيدرو في هذه اللحظات، يترك مكانه. أمانة بغداد يقلص الفارق، يقترب أكثر، يريد العودة وإحداث الريمونتادا. جبار كريم يقلص، يسجل، ويقرب فريقه من التعادل. هدف الخامس هذا الموسم، سجل في مرمى الطلبة، في مرمى نوروز، في مرمى الكرخ، وفي مرمى النفط. والآن يضيف نادي الزوراء لقائمة مستقبلي الأهداف من جبار كريم. حيدر سالم هو من يغادر في هذه اللحظات وليس موسيس بيدرو. عودة في وسط الملعب من جديد، عبد الله نصيب، عبد الله للأمام، صاحب آخر أهداف الزوراء في المباراة. عودة للأمام، إبراهيم توميو يمرر على اليمين، الانفراد، الانطلاق، التمرير، التسجيل، الهدف الرابع يضيع على الزوراء بإنقاذ رائع من جانب ميلاد فلاح. ميلاد يتصدى، ميلاد يمنع،
ميلاد يمنع فريق نادي الزوراء من إضافة أهداف أخرى ومن توسيع الفارق بتصدي بإنقاذ ومنع على طريقة حراس المرمى بعد خلو المرمى من الحارس عمار علي. جاء الدور على القائد وقلب الدفاع. من هناك اللاعب ميلاد فلاح يتصدى يمنع، ومن هناك يحولها إلى ضربة ركنية. عودة من جديد، لعبت الركنية بدون خطورة وعادت لمصلحة نادي الزوراء. هذا هو ميلاد فلاح، ومن هناك مراد محمد وضرغام اسماعيل. يستعد هذا الثنائي للمشاركة. هيران أحمد هو من يغادر، وسجاد محمد. هيران وسجاد يغادر هذا الثنائي في هذه اللحظات. ضرغام اسماعيل ومراد محمد. مشاركة لضرغام في هذه اللحظات. بعد غياب طال بسبب الإصابة يعود ضرغام إسماعيل إلى الملاعب. يعود من جديد ضرغام، نجم الأندية والمنتخبات الوطنية. عودة من جديد في وسط الملعب لمصلحة نادي الزوراء. نقلة على جهة اليمين طويلة في أقصى اليسار، لم تصل محمد قاسم ولكن يحاول استعادتها، يحاول قطعها من هناك من أمام منتظر إلى الأمام. منتظر يحاول يمرر في وسط الميدان. منتظر عبد الأمير هو النجم السابق أيضا للزوراء. كثير من اللاعبين مثلوا الفريقين في هذه المواجهة، وعبر التاريخ الكثير من الأسماء مثلت الفريقين وسجلت في مرمى الفريقين. منهم اللاعب مصطفى أحمد الذي سجل للفريقين ومثل للفريقين، مثل الفريقين وسجل في مرماهم بقميص أحدهم، قميص أحد الفريقين. نعم. عودة من جديد أمانة بغداد بعد عودة وظفر بالمركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز. عاد إلى دور النجوم من جديد، عاد للمنافسة والتحدي من جديد. هبط 8 مرات هبط نادي أمانة بغداد، وعاد أيضا في نهاية موسم 21-22 أيضا هبط، ثم عاد لموسم 2023-24. نادي أمانة بغداد الذي مر بعدة تغييرات على مستوى تسمية النادي الذي بدأ عام 59 باسم أمانة العاصمة، ثم تم تغيير اسم الفريق بعد دمجه مع إسالة الماء ومصلحة نقل الركاب، وبعدها طبعا تم تغيير اسم الفريق إلى الأمانة، ثم بعد دمجه مع إسالة الماء ومصلحة نقل الركاب والأمانة تحول إلى فريق البلديات، ثم عاد في موسم 77 باسم نادي الأمانة. وفي عام 2009 تم تغيير اسم الفريق وسمي بنادي بغداد فقط. في عام 2014 وهي التسمية الأخيرة والحالية سمي بنادي أمانة بغداد. عام الفريق الذي تأسس عام 57 وحصد أول دوري مؤسسات بعد عام من تأسيسه عام 58. وصيف بطولة الكأس 78-79، بطل دوري الشباب عام 78-79 و2010-2011. كثير من الأسماء مثلت الفريق ومثلت المنتخبات الوطنية والأندية انطلقت من هذا الفريق، وأيضا على مستوى المدربين الكبار الذين قادوا الفريق، فقد ضم الفريق الكثير من الأسماء الكبيرة على غرام عمو بابا، حازم جسام، وأيضا أكرم أحمد سلمان، طارق مصلاوي، طالب الأسود، مصطفى عودة، زياد إسحاق، سعد حمزة، حميد شاكر، هادي جاسم، صبيح رسن، والقائمة تطول، والكثير من الأسماء الكبيرة التي خلدها التاريخ في نادي أمانة بغداد. إذن يسعى للعودة من جديد إلى الواجهة
أبرز ما حصد الفريق وموسم 2009 عندما حصد المركز الرابع وكان وصيفا في المجموعة الثانية، وخاض مباراة أمام نادي دهوك وحصد المركز الثالث عندما فاز دهوك 1-0، وهي تعتبر طبعا من أفضل أرقام الفريق لأمانة بغداد، حيث حصد في نفس الموسم أطول سلسلة له بدون هزيمة، 26 مباراة بدون هزيمة. عودة من جديد، الزوراء أيضا يريد العودة إلى الألقاب، يريد العودة للتتويج، آخر ألقاب 2018 بقيادة المدرب أيوب أوديشو، وآخر نعم تتويج بلقب الدوري أيضا هو 2018 بقيادة أيوب أوديشو. نادي الزوراء الأكثر تتويجا والذي يتزعم الألقاب على مستوى الدوري 14 مرة، موسم 76 77 البداية مع السعد صالح، 79 أو 78 79 أنور جسام، 90 91 فلاح حسن، ومن هناك يحاول برايان أيضا عمو بابا موسم أو سنة 94، هادم طنش 95، عدنان حمد 96، وعامر جميل 99، عدنان حمد 2000، والراحل صباح عبد الجليل 2001، الدكتور صالح راضي 2006، راضي الشيشي 2011، باسم قاسم 2015 16، وأيوب أوديشو 17 18. عرضية تبعد من جانب الدفاع، عودة من جديد في وسط الميدان. جماهير الزوراء تمني النفس، جماهير الزوراء تريد العودة إلى منصات التتويج بعد طول انتظار يسعى ويفتش أنصار الزعيم عن العودة لتحقيق الإنجازات. كأس السوبر آخر الألقاب 2020 و21 عندما توج على حساب القوة الجوية بهدف مازن فياض. كأس السوبر عودة من جديد، محاولة متابعة من هناك من جانب اللاعب أحمد نور الذي يرتكب خطأ يسقط في المحظور، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء ثانية وطرد بطاقة حمراء ثانية في هذه المباراة لعناصر أمانة بغداد بعد لامين ساماتيه. أيضا المصائب تتوالى والصعوبات تزداد، أكثر المصاعب على المدرب وسام طالب، وهذه المرة اللاعب أحمد نور في الكرة الماضية، نعم في الكرة الماضية يرتكب خطأ يكلف مغادرة المباراة بالبطاقة الحمراء. يغادر أحمد نور في هذه اللحظات، يترك مكانا نعم خاليا في هذه اللحظات، وبتسعة لاعبين فريق أمانة بغداد سيكمل هذا اللقاء، سيكمل هذه المواجهة، سيكمل هذا اللقاء الصعب الذي يضاف لقائمة المباريات المعقدة. ثاني المباريات أمام أقطاب الكرة العراقية، المباراة الماضية أمام القوة الجوية، الآن أمام الزوراء، وأيضا بنفس النتيجة تقريبا، أيضا ب3 أهداف. وهذه الحالة يعود أيضا لمعاينتها محمد كامل بنفسه، يذهب لمعاينة الحالة بنفسه، ومن هناك تلغى البطاقة الصفراء. نعم يصدق على البطاقة الحمراء المباشرة في هذه اللحظات، نعم بطاقة حمراء يترك على إثرها المباراة اللاعب أحمد نور في الكرة الماضية. هذه الكرة والاحتكاك مع إبراهيم توميو، وبطاقة حمراء ثانية في المباراة ولعناصر أمانة بغداد، وهي المباراة الثانية التي يغادرها أحد اللاعبين. المباراة الماضية أمام القوة الجوية غادر أيمن رزيج
ببطاقة حمراء أمام القوة الجوية في المواجهة الماضية. ترسل عالية، متابعة، محاولة راسية، ولكن عمار علي، نعم، أيمن الزيج تحصل على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية في الدقيقة 37 وترك المواجهة. عودة من جديد في وسط الملعب، نقلة على اليسار في وسط الميدان، معاناة مستمرة لأمانة بغداد خاصة في هذه المواجهة، وعلى الرغم من الغياب والنقص العددي إلا أنه تمكن من تسجيل هدف عن طريق جبار كريم. هو يصل إلى المرمى، يحاول، لأنه هذا زمن العودة، زمن يعصف بالفريق، وخاصة هو مطالب بعد هذه المباراة المؤجلة، مطالب بالعودة وتصحيح المسار، وأيضا ترميم النقاط، ترميم نقاطه وموقفه وموقعه وحاله أيضا في مسابقة الدوري. جبار كريم يتعرض للإصابة على مستوى الرأس، يسقط أرضا جبار كريم من هناك. هذه كرة الهدف الثاني لأمانة بغداد في موقع سليم. من هناك تقدم واقتنص وسجل وبرأسية، نعم، جبار كريم يسجل الهدف الثاني لأمانة بغداد، ويعتذر لأنصار الزوراء على تسجيل هذا الهدف استذكارا واستحضارا للأيام الرائعة الخوالي مع فريق نادي الزوراء عندما توج بلقب الدوري موسم 2017-2018. إلى الأمام، عودة من جديد في وسط الملعب، نقلة أمامية، المحاولة، التمرير، متابعة حاضرة من جانب اللاعب عبد الله نصيب. طالت الكرة، تحولت على كاظم رعد إلى الخارج، إلى رمية جانبية لمصلحة أمانة بغداد، تلعب إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاع، تقطع في وسط الملعب، صافرة وخطأ لمصلحة منتظر عبد الأمير. كاظم رعد، أداء رائع يقدم كاظم هذا الموسم مع فريق نادي الزوراء. الزوراء حتى الآن يحتفظ بسلسلة المباريات دون الهزيمة، 39 مرة يشترك معه فريق نادي الشرطة. الزوراء حقق هذه السلسلة من 25 نوفمبر 93 وحتى 3 أكتوبر 94. الشرطة يتعادل ويشترك مع نادي الزوراء بهذه الإحصائية والرقم والسلسلة الذهبية من 21 مايو 2018 وحتى 23 مايو 2019. سنة ويومان. عودة للأمام في وسط الملعب، في مصلحة نادي الزوراء. كاظم رعد، كاظم إلى الأمام، إبراهيم توميو يمرر، سين فلاح يحاول، يتعثر، ينهض، يتابع، كرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية في هذه اللحظات. فريق نادي الزوراء في هذا الموسم تقدم بالنتيجة 15 مرة، حقق الانتصار 10 مرات وتعادل 5 مرات. شارك دا سيلفا البرازيلي من هناك، ويغادر برايان رياس سوكس في تغيير جديد للمدرب لؤي صلاح في هذه اللحظات. مغادرة للاعب برايان رياس سوكس، وماثيوس دا سيلفا يشارك في هذه اللحظات. ماثيوس من هناك، رمية جانبية لمصلحة أمانة بغداد، تلعب إلى الأمام بالكعب، عادت أمامية في وسط الملعب عن طريق عناصر فريق أمانة بغداد، عن طريق بيدرو افتقدها، بيدرو عادت من جديد
لمحمد قاسم، يقاتل، يصارع، ينافس، يحاول ويحافظ، ومن هناك استعادة من بيدرو. وفي وسط الملعب عودة للأمام خطيرة من عامر، المرور أو مراد محمد ولكن متابعة للكرة، عودة من جديد من عامر جاموس، والتمرير إلى الأمام من ضرغام وحسين، والعودة لمحمد قاسم إلى الأمام على اليسار، محاولة تقدم، تصويبة مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. فريق نادي الزوراء مباراة القادمة في خضم منافسات الجولة 24 سيستضيف نادي الكهرباء في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. وأيضا أمانة بغداد في يوم الأربعاء إن شاء الله سينزل ضيفا على الطلبة في افتتاح الجولة 24 التي ستنطلق أحداثها في يوم الأربعاء القادم بإجراء 5 مباريات، وفي يوم الخميس 3 مباريات، وفي يوم الجمعة مباراتين. عودة للأمام في وسط الملعب، تقدم محمد قاسم، يحاول يمرر إبراهيم توميو، محاولة وتمريرة ولكن متابعة من ميلاد. أيضا ميلاد بمهام الدفاعية يستمر، أيضا بمهام الدفاعية والصمود من جانب هذا اللاعب. جبار كريم يتعرض لإصابة، أكثر من إصابة تعرض لها جبار، يسقط أيضا من جديد شاكيا متأثرا من هذه الإصابة، بهذه الإصابة. عودة من جديد لم يخسر الزوراء حتى الآن في كل مباراة تقدم بها أولا، 10 انتصارات و5 تعادلات. هذه الزوراء الذي يحصد حتى الآن 10 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم، سجل مع أهداف اليوم 31 واستقبل 20. أمانة بغداد 21 نقطة من 6 انتصارات 3 تعادلات و13 هزيمة، سجل 25 واستقبل 40. هنا مشاهدينا الكرام، يا من يتابع ويشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي في مباراة مؤجلة من الجولة 18، فريق نادي الزوراء من هناك يريد أن يقتنص النقاط الثلاث في مباراة صعبة جدا أمام أمانة بغداد الطامح والباحث أيضا بشغف كبير عن تحقيق الانتصار. عودة في وسط الميدان، تقدم إلى الأمام، محاولة، المرور، التقدم، التعثر، والصافرة من هناك غابت، وإلى رمية جانبية لأمانة بغداد. لؤي صلاح من هناك الحديث، المطالبة بتوجيهات مستمرة للاعبيه. توج مع القوة الجوية بلقب الدوري كلاعب عام 2004 2005، 3 مرات مع أربيل بلقب الدوري 2007 2008 و2008 2009 و2011 2012. وأيضا توج مع الزوراء مرتين بلقب الدوري 2015 2016 و17 18، آخر ألقاب الزوراء عندما كان لاعبا لؤي. أيضا توج مع النوارس بكأس العراق 16 17، وكرة إلى الأمام، الاختراق، المحاولة، المرور، التقدم والاستعادة أيضا، والسيطرة على الأمور من جانب ميلاد فلاح. أيضا ميلاد يعيد الأمور إلى نصابها، ويعيد الأمور ويصلح الكرة الماضية. تمرير رائع من جانب اللاعب ميلاد أو حسين فلاح، والمرور والاختراق والمحاولة من جانب اللاعب مراد محمد. استعادة كانت من جانب اللاعب محمود أحمد الوافد الجديد من دكة بدلاء أمانة بغداد. ترسل كرة عالية تحولت إلى خارج أرضية الملعب. حتى الآن أفضل إنجازات المدرب لؤي صلاح كمدرب هو حصد المركز الثاني، مركز الوصافة في بطولة الكأس أمام نادي الكرخ موسم 21-22. كرة في وسط الملعب إلى الأمام، تقدم، إبعاد بالراس، عودة من جديد عن طريق اللاعب بيدرو لمحمود أحمد. محمود أحمد إلى الأمام، يتقدم ب9 لاعبين، نذكر 9 لاعبين نعم لفريق أمانة بغداد، يتابع من خلالها
أحداث هذه المواجهة، وافتقد خدمات اللاعب الأول منذ الدقيقة 53. لعب ب10 لاعبين، ثم بعدها في الدقيقة 72 أكثر من ربع ساعة مرت على الله على المرور. محسين الفلاح بكوبري رائع ومهارة فردية من جانب هذا اللاعب، شبيه جدا بستايل النجم الأوروغواياني ونجم ريال مدريد فيدريكو فالفيردي. عودة على اليسار من جديد لحسين فلاح، يستلم حسين فلاح، ينتظر ويمرر إلى الأمام، متابعة للاستلام ولكنها طالت على محمد قاسم وعادت إلى الأمام، عادت إلى الأمام. تصل الكرة متابعة من جديد، 5 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع. ذكر بأن الزوراء يفتقد خدمات 7 لاعبين من أبرز اللاعبين، 4 مع المنتخب الوطني، 3 بسبب الإصابة. إلى الأمام، عادت متابعة خاطئة إلى الأمام، محاولة انطلاقة من جانب توميو إبراهيم، يحاول يمرر النيجيري، وصلت على اليسار مراد والتصويبة، ولكن فرصة الهدف الرابع تضيع، فرصة الهدف الرابع تضيع على اللاعب مراد محمد. مجهود فردي رائع انطلاقا من إبراهيم توميو، تمرير وصناعة وفرصة ومحاولة، ولكن تصويبة مرت أدراج الرياح، مرت وضاعت على فريق الزوراء. فريق نادي أمانة بغداد تأخر بالنتيجة أولا 9 مرات، ولكنه بإحصائيات جيدة حتى الآن 5 انتصارات عندما تأخر بالنتيجة، والتعادل مرة واحدة والهزيمة 3 مرات. جبار كريم وكثرة الإصابات التي تعرض لها هذا اللاعب، تعرض كثيرا للإعاقة، للاحتكاك، للصدام، بسبب الخطورة التي يمتلكها هذا اللاعب. لاعب خطير مراقب من جانب اللاعبين، لاعبو فريق نادي الزوراء. مراقب من لاعبي الزوراء جبار كريم من هناك، ولكن يتابع يقاتل رغم الإصابات والسقوط المتكرر، كحال أمانة بغداد الذي هو كالأسد الجريح، يعاني ولكن يريد العودة، يطمح لوجود الدواء والعودة إلى تحقيق الانتصارات. وهذه الضربة الماضية نعم، والإصابة والاحتكاك بين ضرغام إسماعيل واللاعب جبار كريم. من هناك أمانة بغداد يبحثون عن العقار، عن العلاج، عن الدواء للعودة إلى سكة الانتصارات. ومن هناك ماذا هناك يا محمد كوب؟ البطاقة الحمراء الثالثة في المباراة، البطاقة الحمراء الثالثة في هذه المواجهة، ولكن هي الأولى لفريق نادي الزوراء. ضرغام إسماعيل يغادر المباراة بعد طبعا شارك قبل 25 دقيقة على مشاركته، أو أقل من 25 دقيقة نعم على مشاركة ضرغام، كان بديلا للاعب سجاد محمد مهدي، والآن يتدخل في الكرة الماضية بتدخل عنيف، يغادر المباراة على إثرها بالبطاقة الحمراء يغادر. ومن هناك أول التغييرات اللاعب حيدر حسين يشارك في هذه اللحظات في تغييرات مستمرة يجريها السيد وسام طالب، الذي طبعا انهى جميع تغييراته، دفع بجميع الأوراق، دفع بجميع اللاعبين. عودة على اليمين، الآن الفارق على مستوى النتيجة واللاعبين رقم واحد فقط. نعم، الزوراء ب10 لاعبين، أمانة بغداد ب9 لاعبين، والزوراء يتقدم بفارق هدف وحيد، وفي مباراة حتى الآن فيها
أمانة بغداد لا يرفع الراية، لا يرفع الراية البيضاء. وأيضا الفريق الأبيض لم ينتصر رسميا. ننتظر ونتابع في دقيقة أخيرة من الوقت الأصلي، في دقيقة مثيرة بالتأكيد في مجريات هذا اللقاء وفي أحداث هذه المواجهة المثيرة. 5 أهداف و3 بطاقات صفراء أو حمراء، 3 بطاقات حمراء، وهي البطاقة الخامسة للحكم محمد كامل التي أشهرها هذا الموسم. عودة للأمام، متابعة من جانب الدفاع للكرة الماضي. هذا هو جبار كريم، سنوات رائعة مع دهوك، أيضا مع فريق نادي الزوراء كما ذكرنا قبل قليل. عودة للأمام، محاولة على اليسار، المرور، الوصول، التصويبة، المتابعة، جول. الله الله الله، أي إنقاذ، أي تصدي، تصدي رائع، تصدي مميز من جانب المميز عمار علي. و8 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع، 8 دقائق إضافية. نعم، تحيي اللقاء، تبعث اللقاء من جديد وتحيي الآمال والمنافسة والمواجهة الشرسة بين الفريقين. هذه الكرة الرائعة، المتابعة من جانب اللاعب ماثيو سيلفا، ولكن يتابعها يتصدى عمار الذي كرس الخبرة واستحضر ما مر عليه بالسنوات الماضية ليتصدى ويمنع الزوراء من هدف رابع، من هدف جديد. ترسل كرة عالية، متابعة تبعد من جانب الدفاع، لا زالت حاضرة المتابعة من جانب فريق نادي الزوراء، ولكن انقاذ من جانب الدفاع. عودة من جديد، عودة للأمام، عودة للزوراء، نقلة أمامية. 10 مخالفات على أمانة بغداد، 9 مخالفات على الزوراء. هذه الأرقام والإحصائيات تعطيك عزيزي المشاهد إحصائية وأكثر تقنع المشاهد بأنها مباراة ليست سهلة أبدا على الفريقين. وخير مثال الإحصائية التي شاهدناها قبل قليل، وأيضا البطاقات ال3 الحمراء أمامك المتواجدة على نتيجة المباراة، وأيضا 5 أهداف بإثارة ومتعة، بالإضافة إلى 8 دقائق إضافية. هذا دليل على التوقف الكثير الذي تعرضت له المباراة، التي شهدته المباراة، التوقف الكثير الذي شهدته المباراة، توقفات كثيرة في مواجهة مثيرة. إبراهيم توميو، يحاول توميو أيضا إضافة قوية في صفوف هجوم نادي الزوراء. لاعب إبراهيم توميو 4 أهداف هذا الموسم، الذي مثل نوروز وتألق مع نادي نوروز، بعدها احترف في صفوف نادي الباطن السعودي. تجربة رائعة مع نادي بونيو دكور الأوزبكي، أيضا مع فريق نادي براش شواب تايلاندي. عودة للأمام، تقدم، محاولة، نقلة من جانب محمد قاسم، ولكن تضييق وقطع للكرة الماضية. محاولة الاستعادة والتمرير وإلى الخارج، خطأ لمصلحة أمانة بغداد للاعب فلاح، ميلاد فلاح. ميلاد فلاح بالسلامة للقائد، تعرض للإصابة لكن يتابع، يلعب، يستمر في هذه اللحظات. محمد قاسم في مباراة رائعة تضاف لقائمة المباريات الرائعة كمجهود فردي وأداء فردي يقدم هذا اللاعب. عودة إلى الخارج، تحولت إلى رمية جانبية، رمية جانبية. تعود الكرة من جديد، تعود الكرة من جديد على اليمين لأمانة بغداد في وسط الميدان. ميلاد فلاح، تمريرة، منتظر، يحاول ينطلق، منتظر، تمريرة على اليسار، لم تصل، متابعة حاضرة من جانب الدفاع. عودة أمامية، انطلاقة سريعة من جانب توميو، توميو نقل على اليسار، وانطلاقة للزوراء إلى الأمام. لا زالت قائمة حاضرة متواجدة دا سيلفا، ولكن البرازيلي كرته كانت بعيدة،
بالمناسبة اللاعب ماثيوس دا سيلفا الواضح أمامنا بالصورة يعتبر أكثر اللاعبين البرازيليين خوضا للتجارب في الملاعب الإندونيسية. تحدث عن لاعب مثل أكثر من 4 أندية في أندونيسيا، يبدو طبعا أمر غريب، مع نادي بير سيبورا، مع نادي ماكاسار، مع نادي سيماهي. هذه الأندية الإندونيسية، أيضا نادي نوسا انتارا. لكن تبقى محطة هذا اللاعب الأولى والأفضل هي مع بورتو، والانطلاق من أكاديمية نادي بورتو البرتغالي، زعيم الكرة البرتغالية وبطل دوري الأبطال. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى الخارج إلى ضربة مرمى. نعم، نادي بورتو البرتغالي الذي توج مرتين بدوري أبطال أوروبا 87 2004 كانت محطة احترافية للاعب ماثيوس دا سيلفا اللاعب البرازيلي الآن في صفوف نادي الزوراء. الانطلاق من هذا الفريق، عودة من جديد في وسط الميدان إلى الأمام، خطأ على إبراهيم توميو. دقائق إضافية أخيرة، مرت 6 دقائق من الوقت الإضافي المكون من 8 دقائق مثيرة، 8 دقائق تنعش آمال الباحث عن العودة، وأيضا لا ترفع راية الانتصار حتى الآن للفريق المتقدم. عودة للأمام، محاولة المرور للعبور للوصول للتمرير، ولكن قطعت عودة من جديد لمصلحة أمانة بغداد. الصراع والصدام والمخالفات والاحتكاكات والالتحامات والمخالفات، كل هذه الأمور وأكثر في هذه المواجهة المثيرة والرائعة بالسيناريو، بالأحداث، بالمواجهات. مراد محمد من هناك يرتكب مخالفة للاعب حيدر حسين والصدام في الكرة الماضية، احتكاك وتدخل وخطأ. وآخر تغييرات نادي الزوراء، محمد قاسم يغادر، يحيي جماهير، أداء فردي رائع يقدم هذا اللاعب. ومن هناك يشارك في ما تبقى من وقت اللاعب هيلوك نيونغا يشارك الكونغولي. من هناك عرضية تبعد من جانب الدفاع، لا زالت حاضرة الإبعاد، التمرير على اليسار، لا زالت على اليسار، لا زالت عودة للأمام، تمريرة في وسط الملعب، محاولة من جانب توميو والانتظار، توميو والتمرير، الاستلام، المحاولة والعودة إلى الخلف لمصلحة الزوراء. نقل على الطرف الأيسر، متابعة دفاعية لأمانة بغداد، عودة من جديد، عودة في وسط الميدان، عودة للخلف لمصلحة ميلاد فلاح. ميلاد إلى الأمام يرسلها عالية، متابعة من جانب الدفاع، عودة لحسين فلاح والتمرير إلى الأمام، استعادة للاعب منتظر أو محمود أحمد. في هذه اللحظات محمود يحاول، محمود ينطلق على اليمين، يمرر لمنتظر، التحضير، العرضية البعيدة جدا إلى الخارج، تحولت إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي الزوراء. عودة من جديد، تعود لمصلحة نادي الزوراء بضربة مرمى. آخر اللحظات، آخر الثواني مشاهدينا الكرام، ميلاد فلاح من هناك وصافرة النهاية سادتي الكرام من محمد كامل تعلن عن نهاية أحداث هذه المواجهة بانتصار صعب وفي لقاء مثير لفريق نادي الزوراء ب3 أهداف مقابل هدفين. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء في مواعيد أخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.